السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله جاي نتكلم عن تفاصيل الشغل في النقل الذكي في الوقت الحالي. لو بصيت لعنوان الفيديو هتلاقيني بقول لك اوبر اقل تسعيرة واحسن شركة عليها شغل او احسن شركة تشتغل عليها. ليه بقول لك الكلام دوت وليه وجهة نظري كده؟ طبعا انا مش جاي النهارده اشكر في اوبر ولا بسيء في اوبر، لا انا النهارده جاي اقول لك وجهة نظري. وطبعا بحب جدا ان انت تشاركني في الكومنتات سواء رأي ايجابي او راي سلبي. انا حتى الاراء او التعليقات السلبيه انا بحبها، لان طبعا طول ما انت ليك راي سواء سلبي او ايجابي معنى كده ان انت كابتن فاهم وليك طريقه شغل معينه. لان طبعا كل واحد ليه طريقه شغل غير التانيه. مش كلنا هنشتغل في نفس الطريقه، مش كلنا هنشتغل في نفس المكان، مش كلنا هنشتغل مثلا على الرحلات الطويله، مش كلنا هنشتغل على الرحلات الصغيره. لا، لازم كل واحد يكون ليه سياسه في شغله علشان الدنيا تمشي. لو كلنا بنشتغل في طريقه او في سكه معينه فمحدش هيعرف يشتغل. طيب انا ليه بقول لك النهارده الكلام دوت؟ انا جاي اقول لك ان اوبر احنا دلوقتي كده كده كلنا متفقين على تسعيره اوبر اللي هي زي الزفت. حتى بعد ما قال لك احنا زودنا الاسعار، انا بقالي يومين شغال على اوبر هتجنن. رحلات الاقيها فعلا زياده 10%، ورحلات تانية الاقيها اقل من الاول، يعني اقل من التسعيره القديمه. فقصه تسعيره اوبر ديت احنا كلنا متفقين على انها سيئه جدا ومش مفهومه. كمان قصه النسبه، ساعات ياخدوا نسبه عاليه ساعات ما ياخدوش نسبه، فالقصه بقت غريبه جدا، وهو ده اللي احنا قلناه اول ما عملوا التحديث بتاع النسبه ده. طيب نيجي بقى لقصه النهارده. ليه اوبر احسن برنامج عليه شغل او اكتر برنامج عليه شغل؟ هاجي هقول لك التانية. انا طبعا مش انا محايد جدا في الفيديو دوت، مش هشكر في شركه ولا هسيء في شركه. انا هقول لك ليه انا بقول الكلام دوت بالنسبه للشركات التانية. لو جيت بصيت للشركات التانية زي مثلا شركه كريم، شركه كريم لو انت ما بتشتغلش او ما بتصحاش الصبح بدري فمش هتاكل منها عيش، لان شغل كريم معظمه في الساعتين بتوع الصبح، لان هو شغله على الموظفين والشركات والكلام ده كله. ولكن كريم برضو الريت بتاعه بيبقى كويس، ساعات بيعمل بونص محترم. ولكن على مدار اليوم لو جيت بقى شغلته طول اليوم يعني مش هيبقى قد كده. كمان بيجيب لك رحلات من مسافات بعيدة، فاختيار كريم مش هو هيكون افضل حاجة. تاني حاجة برنامج اندرايفر. برنامج اندرايفر ده يعني اكتر برنامج معقد. ليه بقول لك الكلام ده؟ برنامج اندرايفر طول ما فيه كباتن قليلة والوقت اللي انت شغال فيه وقت ذروه هيشتغل معاك زي الفل، ولكن في مشاكل برضه هتواجهك زي موضوع الشحن، موضوع ان انت بتضيع وقتك كتير ساعات. يعني اندرايفر حتى لو وقت ذروه وقت شغل، العميل مثلا راح المشوار ده امبارح او راح الصبح ب 100 جنيه، فهو خلاص هو مقتنع ان المشوار ده ب 100 جنيه. الكابتن بقى اللي قبل قبل كده كان في المشوار في طريقه، المشوار في واجهته، عايز ياخد رحله وخلاص، مش فاهم الكلام ده. فاهم ان انت لو عليت عليه اكتر من كده ان انت بتسرقه، ان انت طماع، ان انت عايز تاخد اكتر من حقك. ما يعرفش ان هو الوقت اللي فيه وقت ذروه ووقت شغل. فطبعا حتى لو قبل الريكوست بتاعك بتحس ان انت ضيعت معاه وقت شويه، تعرض عليه سعر هو يرفض، تخش على حد تاني تعرض، فتحس ان انت بتستهلك وقت كتير في برنامج اندرايفر. كمان برنامج اندرايفر انا وجهة نظري يعني ان هو احسن للكابتن الفاهم والكابتن اللي عارف يشتغل ازاي. الكباتن يا جماعه الجديده في اندرايفر بتتظلم جدا فيه. يعني انا لسه عامل، كنت يعني كان في ليا فيديو على اليوتيوب كنت بتكلم فيه على اندرايفر، كنت بقول لك انا وقت الذروه خدت رحلات مثلا باسعار حلوه جدا وبتاع. فانا خدت الفيديو ده نزلته على التيك توك، انا بقيت اعمل تيك توك جديد، نزلته لقيت كومنتات كتير قوي. الفيديو جاب ربع مليون مشاهده، وجاب كومنتات كتير قوي بقى انت كذاب انت كذاب انت كذاب. واحد داخل بيقول لي احنا بنحسب الكيلو ب 3 جنيه، ازاي انت وصلته ل 7 جنيه وازاي انت؟ ففعلا اكتشفت ان في ناس كتير بتشتغل اندرايفر وهي مش فاهمه للاسف يعني. فدي برضو من ضمن مشاكل اندرايفر، ان هو تسعيرته مش ثابته، فبتعتمد طبعا على ذكائك وبتعتمد على طريقه شغلك. انت عارف المشوار دوت هيبقى مقرف فبتعلي التسعيره، المشوار ده يبقى سهل بتقلل التسعيره، وهكذا يعني. فدي كده قصه برنامج اندرايفر. على مدار اليوم هيقرفك، ولكن وقت الذروه هتشتغل عليه.
طيب نيجي انا طبعا بفهمك كل الكلام دوت علشان افهمك بقى ايه، اقول لك وجهه نظري انا ليه بقول على اوبر كده. نيجي لبرنامج ديدي. برنامج ديدي الفتره اللي فاتت اتكشف ازاي؟ اول ما وقف الخصومات بتاعه العميل البرنامج مات. تفتح برنامج ديدي ما بينطقش، ولما بينطق ينطق على فيليكس دوت اللي بوظ برنامج ديدي. يعني بوظوا دمروا الدنيا كلها بفيليكس ده والله العظيم. الاول كانوا شغالين وصلني كويس جدا، وكان نسبتهم معقوله 15%، فالدنيا كانت ماشيه زي الفل. اخترعوا فيليكس ده دمروا نفسهم. يرن فيليكس ده مضيعه للوقت. يرن تطلب انت عايز تاخد رحله بسعر وصلني، تعلي على العميل يرفض، تقعدوا بقى تضيعوا في وقت بعض. فديدي اول ما رجع تاني الاسبوع اللي فات ده بدا يعمل بونص للكابتن وقصاده خصومات للعميل. بدات الدنيا تشتغل، ولكن بتشتغل وقت الذروه ووقت الشغل، هو ده اللي ديدي عايزه، الوقت بتاع المدارس والموظفين والقصه دي. تيجي بقى على مدار اليوم مثلا، يعني ساعات طبعا طول ما في شغل بتلاقيه مثلا بيرن، مفيش شغل الدنيا هاديه تلاقيه ميت خالص. فدي كده كل البرامج. تيجي بقى البرنامج اوبر اللي احنا مش طايقين سياسه شغله وسياسه تحكمه في الكباتن وبعض العملاء بتاعته السيئه، ولكن هو اكتر برنامج شغال على مدار اليوم. والناس اللي هي شغاله على كل البرامج هتفهم كلامي ده كويس جدا. برنامج اوبر تفتحه الصبح شغال، تفتحه في نص اليوم شغال، تفتحه اخر اليوم شغال. ففي ناس بتحب تشتغل اكتر على قصه الوقت. انا دلوقتي نازل شغال 8 ساعات 10 ساعات، عايز استغل الوقت اللي انا شغال فيه ده برحلات ورا بعض، حتى لو التسعيره متوسطه. في ناس تانية بتحب تشتغل بطريقه شغل، انا قاعد في عربيتي ومريح نفسي، لما بتجيلي رحله متينه خلاص على اخدها برحله بريت، رحله على اندرايفر بسعر عالي، رحله بريت عالي بياخدها. ولكن انا بتكلم في قصه ان انا اوبر لو معايا على مدار اليوم هيشغلني. متفق معايا او مختلف او بتقول ان تسعيرته وحشه او حلوه، انا بكلمك هنا في قصه ان البرنامج بيرن طول اليوم. فحتى لما بيبطل رن تلاقي الرادار عليه الرحلات، سواء هي كويسه او وحشه مش قصتنا. انا بكلمك في قصه ان البرنامج يا جماعه عليه شغل. فانا مش فاهم اوبر يعني عامله ايه للعملاء. انا مستغرب، يعني شركه اوبر دي بتفكرني بشركه ابل بتاعه الموبايلات. تحس ان مهما الشركات التانية تعمل لك اوبشن جامد جدا في الموبايل بتاعك وبسعر اقل، انت برضو مقتنع ان الابل رقم واحد. في عملاء كتير فكرتها عن اوبر نفس القصه، وفي كباتن برضو مقتنعه بشغل اوبر كويس، يعني شغل اوبر خلاص ده رقم واحد بالنسبه لهم. وانا ليا اصحابي كتير شغالين اوبر بس ومقتنعين بكده، ليا اصحابي شغالين ديدي بس ومقتنعين بيه جدا، ناس شغاله ان درايفر بس ما بتفتحش اي برنامج تاني رغم ان معاها البرامج التانيه. فاللي انا عايز اوصله لك ان كل واحد ليه طريقه في الشغل، ولكن الدنيا ماشيه دلوقتي ازاي؟ ماشيه زي ما قلت لك في الفيديو دوت. وبرضه يهمني رايك سواء ايجابي او سلبي، لان زي ما بقول لك انا عشان شغال على كل البرامج وشغال على النقل الذكي بس دي شغلانتي الاساسيه، فانا ببقى دايما متابع، بشوف الدنيا من حواليا ماشيه ازاي. مش مجرد بفتح الابلكيشن واقبل ريكويست وامشي ووصلت واروح، لا، انا من النوع اللي بحب احط دماغي بشوف الدنيا ماشيه من حواليا ازاي. برنامج ديدي رجع يشتغل تاني، طب رجع يشتغل التاني ليه؟ ما هو كان ميته. لا ده بص، ده الرحلات اللي بتاخدها عليه العميل معاه خصم، وببدا احلل الكلام ده كله. فطبعا يهمني جدا ان انت تدوس لايك وشير للفيديو ده لو عجبك. لو انت اول مره تشوفني ومهتم بمجال النقل الذكي اشترك في القناه علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.